اخوات حبايبي ازيكم؟ قبل اي حاجه خلونا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد اذنك وانت بتتفرج او قبل ما تشوف او بعد ما تشوف، المهم ما تنساش اللايك. انا قلت الفيديو اللي فات والله العظيم قلت ان انا قلبي حاسس ان كروان مشاكل بيعمل ترند، والموضوع ده مش مريحني، والقصه كونها ان هي تيجي بسرعه كده مش مفهومه. يعني ايه واحد يعمل فرحه في 20 يوم؟ يعني ايه واحد يروح يجيبوا له عروسه يخطبها ويكتب كتابه ويعمل فرحه في 20 يوم؟ يعني اللي بيتكلم لو مجنون، فاللي بيستمع المفروض يكون عاقل. فالقصه كلها دلوقتي دايره ان كروان بيعمل ترند، ومش بقى من بق مثلا ناس غريبه من بره ولا محللين ولا يوتيوبر ولا ايا كان، ده من اهل البنت ذات نفسها. كروان دلوقتي ما شاء الله ولا ربع كلمه ولا اي حاجه، بيطلع بس حسي الله ونعم الوكيل زي ما بيطلع في الفيديوهات، واصل فرحتي واصل كسرتي. والموضوع كله اصلا لو دورنا فيه اتاري القصه كبيره وكانت بتدار على موضوع غسيل اموال، بس الظاهر دلوقتي فضحتهم لبعض وفضحه البنت بالذات لكروان غالبا كده اختلفوا على اللي هم اتفقوا عليه، واللي هو ايه؟ اكيد هيبقى في مقابل للترند ده. انت هتيجي تاخد بنتنا وتعمل بيها ترند وفرح والبنت موافقه واحنا موافقين، اكيد في مقابل. الموضوع مش هيمشي كده الا اذا لو كروان بقى عمل الاوسخ من كده، واللي هو راح وضحك على الناس وضحك على الراجل وضحك على البنت، واشتغلنا كلنا واشتغل العالم كله واشتغل البنت ذات نفسها، وعمل ترند لاجل الشوشره اللي حصلت ولاجل الغسيل اللي حصل من بعد الفرح مباشره. شفت البلاغ اللي مقدماها عروسه كروان مشاكل فيه؟ ما شفتش؟ تعالى. ما عداش 24 ساعه على الفرح وعروسه كروان مشاكل عملت فيه محضر، واتهمته انه سرق منها الايفون 17 اللي كان جايبه لها هديه، وكمان سرق منها الشبكه، وقالت ان كل اللي حصل في الفرح ده عشان خاطر الشو الترند، عشان يطلع يعيط في اللايفات ويلم فلوس على حس موضوع الفرح، وقالت ان هو اصلا مش نيته انه يتجوز بجد، ده هو عامل كل الليله دي كلها عشان خاطر الشو الترند. وهي عملت محضر ضد كروان مشاكل بالكلام ده كله، والشرطه بتحقق في الموضوع ده. انت بقى مصدق فعلا اللي حصل في فرح كروان مشاكل، ولا كنت عارف ان كل ده شو ترند؟ اهو دي اخبار لسه نازله النهارده، وان البنت راحت عملت محضر في اسم الشرطه في كروان مشاكل ان هو استغلها وعشان خاطر يعمل شو وعشان يعمل ترند، وهو لا بتاع فرح ولا بتاع جواز ولا بتاع كل الكلام ده. طب يمكن الكلام ده اي كلام، خلينا نسمع راي صحفي تاني. الحقيقه يا جدعان دي راحت عملت فيه محضر وبتتهم ان هو سرق الشبكه والتليفون، واتهمته كمان ان هو عمل قصه الفرح دي عشان ياخد فلوس ويتشهر اكتر. خبر يهمك مع احمد مطهوى. ياسمين حفيده شعبان عبد الرحيم اللي هي خطيبه كروان مشاكل راحت عملت فيه محضر وقالت لك ان هو سرق الشبكه والتليفون، وقالت لك كمان ان هو اللي عمل قصه الفرح دي كلها عشان يكسب فلوس وكمان يتشهر اكتر، وهو اصلا ما كان عايز يتجوز ولا غيره. فبصراحه الموضوع غريب، يعني الخطوبه والجواز في 20 يوم، ده انت لو بتعمل فيلم هياخد اكتر من كده. السوشيال ميديا والمشاهدات والارباح جننت الناس خلاص، ولكن الناس على السوشيال ميديا دلوقتي منقسمه الاثنين، ناس متعاطفه معاه وبتقول لك اللي حصل في فرحه ما يحصلش وما ينفعش والكلام ده، وناس بتقول لك ده كان بيعمل ترند واللي حصل ده كله مجرد شو، ومنهم عروسته. انت بقى مع مين في دول؟ قول لي رايك في الكومنتات وصلي على النبي. الطريقة اللي انعمل بيها الفرح لازم تخليك تشك ان هو ترند 100%، دي ما فيهاش نقاش ولا فيها كلام. وهو كون ان هو في مصيبة، انا فرحي باظ وليلتي اتدمرت، اطلع افتح لايف واصرخ واقول فرحي باظ وعربيتي اتدمرت، وينزل له اكتر من 3 مليون جنيه في اللايف، فده لو دليل فهو مش دليل الا على حاجة واحدة، انه تشويش على الغسالة اللي كانت شغالة عندك في اللايف. انت غسلت لك ولا ب3 مليون جنيه، بس انت مش عارف كنت هتغسل ازاي. المشكلة ان العين على كل الناس دلوقتي، وفي ناس جوه السجن وانتوا عارفين، وفي ناس بره السجن. طيب هتغسل ازاي؟ ما هو انت لو غسلت واترمالك بقى هدايا بالملايين زي ما كانوا بيرموا قبل كده للي قبلك، هتتحسب عليك غسالة وهيمسكوك وهتتحاكم. طب نعمل ايه؟ نعمل فرح ونعمل موضوع ونعمل حوار، وقال يعني انا كده صعبت على الناس، فالناس ايه بتساعدني عشان عربيتي اللي اتحرقت. ما انت عربيتك اللي اتحرقت ثمنها 300,000 جنيه، لما تغسل لك ب3 مليون وتجيب لك عربية بمليون، خلاص الموضوع انتهى وخلص. الناس اللي هي كلها عايزة تعرف ده ترند ولا مش ترند، ده ترند من طرف واحد، هو معاه عيلين، هما التلاتة بنت وواد، اتفقوا مع بعض على سيد يعملوا عليه نمرة، وياخد اللقطة، وخد اللقطة وخد اللي هو عايزه. الكلام ده طالع من عم العروسة نفسها اللي هي ياسمين بنت سيد شعبان عبد الرحيم، ده عمها عبد الرحيم، هو بنفسه طلع واعترف ان الموضوع كله كان ترند، وان الموضوع كله بالاتفاق على اخوه وبنت اخوه من بعض الناس ان هم يعملوا عليهم الحوار ده علشان خاطر يركبوا الترند. هو عصام هو قدام الناس كده، يعني عشان اللايف في ناس كتير وبيتكلموا في حاجات كده، هو حد قال لنا، يعني قال لي او قال لك بلاش حد، بلاش مين، او انا دلوقتي لو انا عندي اي ظروف
وهجوز بنتي، وقمت انا قايل لك انت تجيب لي غساله وخميس يجيب لي ثلاجه وده يجيب لي بوتاجاز ومشي الموضوع عشان انا الدنيا واقفه معايا. مش احنا بنعمل كده اصلا مع بعض؟ الحاجات دي عادي مع بعض ومع الناس الغريبه. طب في حد قال لنا على حاجه واحنا قلنا له لا؟ يعني السيد طلب مننا الحاجات دي واحنا قلنا له لا مش هنعملها؟ لا. تعرف ان انا بقيت اقول يا رب يا رب بحاجه النبي يخيب ظني وانا اروح ابوس دماغه. لا اله الا الله والله العظيم وحياة ولادي انا كنت مستني اللحظه اللي انت بتتكلم فيها دي، لاخر لحظه وانا بقول انا عايزه يدخل بس وافرجك انا هعمل ايه. ده كنت اجيب جزمه اضرب نفسي بيها وقوم قايل انا غلطان، انا غلطت في حق الراجل ده كلام عصام شعبان عبد الرحيم وعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، اخوات سيد عبد الرحيم عمام العروسه. يعني كل واحد فيهم كان بيتامل ان الموضوع ده يطلع حقيقي، وكانوا بيتاملوا ان هو مش ترند، فكانوا هيروحوا يعتذروا للراجل. لكن هم اصلا ما راحوش الفرح ولا راحوا المكان، لان هم عارفين القصه وكانوا عارفين اللعبه، واستغلوا يا عيني الراجل الطيب اللي هو سيد شعبان عبد الرحيم. الله اعلم استغلوه ولا اتفقوا معاه على الفيلم ده، محدش يعرف. ممكن يكون اتفقوا عليه زي ما هم ما بيقولوا. انت بناء على ايه تروح للناس وتجيب جهاز وتجيب شبكه وتعمل ليله وتعمل حوار و20 يوم ويلا الفرح؟ بناء على ايه؟ طيب احنا ازاي ما شفناش حتى البنت نفسها؟ لا شفنا شقه ولا شفنا تجهيزات عروسه ولا شفنا ان هي خدت مثلا حاجات وراحت بها بيت ولا شفنا اي حاجه. انتوا يوم الفرح ده كنتوا هتباتوا فين؟ يعني كنتوا انتوا رايحين تباتوا فين لو انتوا هتتجوزوا والموضوع بجد؟ ما هو في حاجه غلط في الموضوع، مريبه من كروان ومن البنت ومن اهلها برضو. في اتفاق انا حاسه داير ما بين الكل، وكروان كان هيقبضهم ويديهم الثمن. كون ان البنت تطلع تعمل محضر فيه وتقول ان هو استغلني وخد مني الايفون وخد فده دليل ان هم اختلفوا على اللي هم كانوا متفقين عليه عشان يعملوا الترند ده. شفت مين اللي طلع ولع في عربيه كروان مشاكل؟ ما شفتش؟ تعال. كروان مشاكل طلع في لايف وقال لي انا فرحي باظ وعربيتي ولعت، وقال لي انا عايز من الاستاذ محمد امام انه يجيب لي عربيه بدلها عشان هو السبب في اللي حصل. الشرطه عملت تحرياتها وعرفت ان اللي ولع في عربيه كروان مشاكل يبقى اخوه، عشان اخو كروان مشاكل كان سايق العربيه ومعاه واحد صاحبه، فصاحبه حب يوجب معاه فجاب شمروخ ولعه جوه العربيه قال بيحتفل بيهم يعني، فالنار مسكت في العربيه والعربيه ولعت. فالشرطه قبضت على اخو كروان مشاكل اللي طلع سوابق وليه معلومات جنائيه، وقبضوا كمان على صاحبه، وكمان قبضوا على 12 واحد كان اتسببوا في تلفيات في القاعه والتحرش بالبنات. الغريب بقى ان في كلام كتير ان الفرح ده اصلا معمول لغرض الشو والترند وان مفيش جوازه اصلا. انت بقى كنت مصدق فرح كروان مشاكل ولا كنت قافش من الاول ان الموضوع كله كان ترند؟ سمعتوا يا طيبين يا محترمين يا اللي بتقولوا حرام كروان، حرام اتظلم، حرام كسروا فرحته ايه ده؟ انتوا خايبين والله العظيم، انتوا عالم خايبه. بطلوا بقى يضحك عليكم، فوقوا بقى وشوفوا الزمن اللي احنا عايشين فيه. محدش بقى ليه امان، انا بقول لكم اهو الا من رحم ربي. الامان ده مش موجود اصلا. برضو ان كروان يولع في العربيه بالنسبه له ده شيء تافه جدا. ايه يعني عربيه ب 300,000 وانا لسه قايل الكلام ده؟ ما انا هغسل ب 3-4 مليون جنيه وهجيب لي بدل العربيه ب 300,000 هجيب عربيه بمليون. والغسالات بيتفقوا على الكلام ده معاه، ما تقلقش ولع براحتك ما الملايين موجوده. فصراحه ربنا ده قلم ونزل على وش الشعب المصري كله. احنا ما لبناش من الموضوع ده الا الضحك اللي ضحكناه. لكن لو جينا بقى نتكلم جد شويه وبعيد عن الضحك والهزار، اللي حصل ده يحتاج محاكمه يعني بجد من نوع خاص لكروان. ولو كان بالاتفاق مع سيد وعيلته هم كمان يتحاسبوا ويتحاكموا، لان اللي انتوا عملتوه ده انتوا عملتوا حاجه يعني بجد لو هي ترند فتخلي الواحد يقرف، تخلي الواحد يشمئز. وبس وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو مش شاركش في القناه شارك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.